تخيلي جوزك رجع من الشغل بسرعة، دخل أوضته قفل الباب عليه من غير ما يتكلم ولا كلمة. انت أكيد طبعا أول حاجة هتيجي في عقلك إنه أكيد أنا زعلته، أكيد في حاجة أنا قلتها أو عملتها ضايقته. وبعد شوية تكتشفي إنه مرهق أو في حاجة في الشغل مضايقاه. ازيكم يا جماعة؟ كتير من مشاكل العلاقات سببها مش سوء النية ولكن سوء التفسير. عالم النفس إيرون بيك مؤسس العلاج المعرفي قال إن في حاجة اسمها القفز إلى الاستنتاجات، يعني عقلنا بيكمل القصة من عنده من غير ما يتأكد من الحقيقة ويحط افتراضات وهمية من عنده. المشكلة إن إحنا بنفسر التصرفات دي على حسب مشاعرنا إحنا، مش على حسب الواقع. يعني كلمة قصيرة، نظرة معينة، تأخير في الرد، ونبدأ نبني سيناريوهات غير واقعية من غير ما نتأكد من الحقيقة. والنتيجة خلافات كان ممكن أصلا ما تحصلش لأننا بنرد على تفسير مش على حقيقة. نحل ده إزاي بقى؟ قبل ما تستنتج اسأل، بدل ما تقول أنت متغير قول أنا حاسس إن في حاجة مزعلاك أو في حاجة مضايقاك، أقدر أساعدك بحاجة؟ أوقات سؤال واحد بيوفر علينا ساعات من الزعل. قولوا لنا في الكومنتس كم مرة اكتشفتوا إن اللي فهمتوه كان مختلف عن الحقيقة، وما تنسوش الفولو. سلام.